لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزا خوش حالم لواني 1309 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان وما بس رزا دي رب العالمين وهوادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. طلب رزاه الذي رجي دعاء كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا مناسبة آتي لقل آت بيشترك رازيد لما طلب إبراهيم عليه السلام من الله تيسير المنافع لأولاده وتسهيلها عليهم. لات بيشوتر كاتكوا داواي أوي كركوا خوا وارزقهم من الثمرات لبربو مكان أنواع دار كان بيان ببخشي إتر كاتكوا داواي منفعتي لبو من دالكاني كل لبو أواني كوالي وندر نستجيبوينا خوايا لبويان دابين بكي منفعتيان لو دابين بكي لبويان آسام بكي. ذكر أنه لا يعلم عواقب الأحوال. إنزا ليرز دا بازك خو إبراهيم نازاني عليه الصلاة والسلام عاقبة حالات كان بدأ تشندر ذروة وأنه تعالى هو العالم بها المحيط بلهم الله تعالى آقادار بها مشتكانه بعاقبته كوتايها مشتكان خو آقادار. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وتأيب الوردقارة. إنك تعلم ما نخفي في قلوبنا عند مسألتنا ودعائنا. سبحان الله يا رب إخوائي أتو عالمي بويكوا إيمة تسمان لدل ما شارديتوا لو كاتكوا دعاء بارانا وجدكين وفي غير ذلك من أحوال لهمو كاتش آقادار بنوي بويكوا أنه ظلمانا وما نعلن وتعلم ما نجهر به من دعاء وآقاداري بويكوا نزهر بس دعاء دكين بأشكال لدى بارينا وغير ذلك من أقوالنا وأعمالنا وهروها نكر بدعاء كان مان بلكو آقاداري بهمو حال مان لا كذار وقفتار مان آقاداري. ابن جرير له هذا خبر من الله تعالى ذكره أو هوالك لله الله تعالى سبحانه وتعالى عن استشهاد خليله إبراهيم إياه على ما نوى وقصد بدعائه. كواتا تفرم لي ردا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كدعاء كذا إترحر دزاني خوا شاهدة بوي كوات سلنا وضلي هيو تيش أنزام داف تيش دلي كاتك كوادف رب اجعل هذا البلد آمن واجنبي وبني وأن نعبد الأصنام يتر أو آتانك لبيشتر دعاء كانتي خواتو دزاني إيمة سلا ظلمانة وهروها تيش آشكرا دكين تيش اللي داوا دكين. وإنه إنما قصد بذلك رضا الله عنه كاتم بس إبراهيم أويك خوالي رازيبي في محبته أن يكون ولده من أهل الطاعة لله وإخلاص العبادة له على مثل الذي هو عليه. كواتا ديوي أو ابن جرير طبري دلي ما بس إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذاتي أوبي خوايا أتو آقاداري أو دعانا دكم الويكوا حظ دكم من دار كانم بوشيوي جورايل بلن بفرمانك انتو لسر عقيدة توحيد بن نوشخين بن بوشيوي مكاتو دتوي بوشيوي بكامل لسريمة. قرطبي دلي وقال ابن عباس ومقاتل تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه. كواتا كلير دا إبراهيم دا فرمي إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. يا رب إخواتو آقاداري بهم أشتكوا من دي الشارم والناو ظلم أوي كواباس شيدا كم كزياتر ظلمة بس من الوجد بإسماعيل وأمه وإخوة آقاداري أقر سي باسي شمنا كري بس آقادات سلنا وظلمة
بەرامبەر بە جێهێشتنی ئەو کوڕە و دایکی لەو جێگا چۆڵەی کاتێکەوە حەیث ئوسکینا بیوادین غەیری ذی زەرع لە وادیەک بەجێم هێشتن لە دۆڵێک کەوا هیچ ئاوەدانیەکی لێ نییە. خوا تو ئاگادار چ ناو دڵمە. سعدی دەڵێ ئەی ئەنتە ئەعلەم بینا منا، خوایە ئەگەر چێمە داواکاری دەکەم بەڵام ئەتوو ئاگادارتری و زاناتری لە ئێمە. فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك. ئێمەی بەندە داوا لە خوای گەورە دەکەین لەو شتانەی لێ داوا دەکەین کە دەیزانین. زۆر شێشێ ئێمە نایزانین، خوای گەورە ئاگادار کەمە چیمان پێویستە. خوایە ئەوەی ئەتوو دەزانی ئەمنیش نایزانم، خوایە ئەوەی دەیزانی کە منفعەتی دین و دنیام تێدا لۆم دابین بکەی. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. كواتە زۆر جارە ئینسان نازانی فعلا مەسلحەتی لە چێدا. وەکو هەندێک لە زانایان دەڵێن ئەوها دوعا دەکەن اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار. خوایە ئەتوو لە بۆم هەڵبژێرە، ئەم نازانم چی اختیار بکەم. ئیتر بەڕاستی ئەو پەڕی تەسلیم بوون لە بۆ خوای گەورە سبحانه وتعالى. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ئەوەی لێتم داوا کردێ ئەوەندەی دەزانمە من، بەڵام خۆت دەزانی ئەوەی کە شاراوەیە لە حاڵی ئێمە و ئەوەی کە ئاشکراش هەر ئەتوو دەیزانی. خوایە ئەوەی باشە لە مەنفعەت دنیا و قیامەت پێمان بەخشی. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ئیتر هیچ شتێک ناشاردرێتەوە لە الله تعالى، هیچ شتێک بزر نییە لە الله تعالى، چ لە ئاسمان بی چ لە زەوی بی. خوای گەورە هەمووی پێ ئاگادارە. دیارە جمهور مفسرين لسر أونا أن هذا من قول الله عز وجل تصديقا لما قاله إبراهيم منه سبحانه يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه. كواتا جمهور مفسرين وكو بغوي وشوكاني وادلن دلين زوريني مفسرين دلين أو بشآته وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هيش تقنا شردت الله تعالى لزوينا لآسمان ضلنا قول الله تعالى سبحانه وتعالى وكو برازداناني قول إبراهيم كلا بيشو إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. خواه هل أتود زاني إما حال بابنا أوي شاراوي لإما أوي كوا أشكري هل أتود زاني يترخواي قرز دفرمي تصديقا لقول إبراهيم وما يخفى على الله. هيش تقل الله تعالى بزرنا بي لزوي بيان لأسمان بي. كواتت جمهور مفسرين دلنا أو بشا وما أخفى على الله شيء من في الأرض ولا في السماء أو قول الله تصديقا لقول إبراهيم. وقيل هذا من كلام إبراهيم عليه السلام تتمة لدعائه. هندش دلنا هل دريجي دعاكي إبراهيم وكو ابن جرير أبو حيان أبو عاشور دلي ابن عاشور دلي فيه تعليم من إبراهيم عليه السلام لأهله وأتباعه بعموم علم الله تعالى. ابن عاشور ديار الرأي اللي قال أويك وما أخفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء كهيج تيك بزرنا بلا الله تعالى لا آد ولا آسمان. ضل أوكات التعليم كالإبراهيم عليه الصلاة والسلام لبو أهلي لبو أتباع شون كوتوان لبو همو إيمان داران بعموم علم الله تعالى وكو الله أقدار بها مشتاق حتى يراقبوه في جميع الأحوال ويخلصوا النية إليه. كاتو زور قرنقة كاتكوا لو آتوا لسندين آت بس لعلمي خواهي قول ذكر سبحانه خواهي قول أقدار بها مشتاق خواهي قول هيشتاق لي بزرنا لا مقابل ذات مطلوبة لإيمة برامبر بو معلوماته كوازانيت خواهي قول أقدار بها مشتاق تاوكو ليراقبوه في جميع الأحوال تاوكو حزب مراقبة خواهي قول كان لهم حالة كانيا لحرشين دريبون وهروها ويخلص النية إليه أقدار ضل الشان يقلاب كانوا لبخوا سبحانه وتعالى سنك خواهي قول أقدار ناوضل كان خمان يقلاب كينو كواتا هر معلومة كوري دقري لمقابل دا بيويستا شتيك اللي زياد بكا موقفيك اللي داوا دكا كزانيت الله تعالى أقدار بها مشتكان لمقابل أتوش فعلا حساب لبو علم خواهي قول بكا أقدار بحساب لبو هرسو كوتو كردار وقفتارد بكا حساب لبو نيتي ناو ضلد بكا كخوا أقدار. إن زاد فرمي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
إن ربي لسميع الدعاء. يعني مناسبة وآتي لقلوه بيشتوكوا بقاعدة لما تم إبراهيم ما دعا به من النزاهة عن رجاسة الشرك كاتك أو التواب كإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاء كردبو لو كوا خوايا باكم كي ودورم كي ولا بيسي بتبرستي وتبين بتقديمي أن أهم المهمات البراءة منه وهروها لسرتا ذاك ودعاء لبو أو حارة ذكاك وتعقيدي توحيد لا أو زور مهمة تبرا كردن لا شرك زور مهمة لا أو أتبعه الحمد على ما رزق من النعم إنزال ليردا حمد السنة ذكا أو نعمتان كبي بخشرا وما تبع ذلك من الإشارة إلى وجوب الشكر وهروها لدواء أوش إشارة بذكا واجبة شكرانا بجيريب كين. ابن عاشور ضلي وأيضا لما دعا إبراهيم عليه السلام الله تعالى لأهم ما يهمه أجدر تنكاتك وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كاتك دعاء ذكا لبو قرنكترين شلاي أو وهو إقامة التوحيد كوا عقيدة التوحيد دا مزري قرنكترين شد فعلا لا الله تعالى وبيوست لا بندكان جواب قرنكترين شد إبراهيم كوا لا أو دعاء له ذكا مسألة توحيده وكان يرجو إجابة دعوته رزاش وابخواي قولا والله مي دعاك بداته قبول بك وأن ذلك ليس بعجب في أمر الله يتر ولام دانا ويدعاء لان الله تعالى شتيشي عجيب نية خطر بباله نعمة الله عليه بما كان يسأله يتر لير ذا أو بخيال ذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعمة كردني خواي قولا سبحانه وتعالى بوي كوا أو داوي لي ذكر نعمة كردني خواي قول سبحانه وتعالى أو نعمتك خواي قول في بخشية كاتك أو داواي كردية وهو أن وهب له ولدين في إبان الكبر إتر باز لو ذكا كخواي قول سبحانه وتعالى لو كاتك والتمني قبربوه دو كوري بيدا بخشي وحين اليأس من الولادة لكاتك بيدا بخشي كوا أو وكو بشر مأيوز بولو كوا من دالي لبباشكوي فناجى الله فحمده على ذلك ليه لمنازاتك حمد السنة إخوة يقول لك الأسر أو نعمته في بخشة وأثنى عليه بأنه سميع الدعاء إتر حمد السنة إخوة يقول لك ومدح ذاك أبويك سميع الدعاء وتمجيب الدعاء والله ذاته أي متصف بالإجابة وصفا ذاتيا أو خوايا لو يملي دبارن مجيب الدعاء هل وصف ذاك أبويك والله دعاء ذاته تمهيدا لإجابة دعوته هذه يتر أوش توسلوا بيشتشيا لو كخواي جور دعاء قبول بك كوكو بيشتري كدعاء قبول كذا أو دعاء نشي قبول بك. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وتحمد سنال أو ذاتي سبحانه وتعالى كوا رزقني رغم كبر سني كبي بخشيم سر راي أو كاتمن زور جوري إسماعيل وإسحاق بي بخشيمة. ابن عاشور ضلي وعلى في قول على الكبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أو على لا أو على للاستعلاء بمعنى معه على لبو استعلاء بمعنى معه لقلده أي وهب ذلك تعليا على الحالة التي شأنها لا تسمح بذلك لكاتك دا خواي قول أو دوكري بي بخشيمة مع الكبر على الكبر بمعنى مع الكبر واتا أو بي بخشيني خواي قول استعلاي كردي لسر أو حالتيك أم تيداما كوا ظاهرا من دار منابلو تمن قوريك تيداما لأن المنة كواتا أي مع الكبر التي لا تحصل معه الولادة لقل أو كوري كوا من دالم نابي بحسابات بشري أسباب دنيوي بلان خواي قولا بويستي خوي إرادي كر بابلين بويستي خوي استعلاي كر لسو حالتي من أو زال قل أوش لو تمن قوري أو دو كري بي بخشيمة أبي حيان ضلي فذكر حال الكبر كاتكوا تأكيد لسر أو إذا كا خواي قول أو دو كري بي بخشيم لو تمن قوريي كوابازك لأن المنة فيها بهبة الولد أعظم لبروي لهم حالتك براستي من دال نعمته لتمني قورة خواي قورة بيت بخشي نعمته شي قورة ترى من حيث إن الكبر مظنة اليأس من الولد عادة قوربون بتمن داتون
زياتر أو هوكار لويكوا مأيوز ببي لويكوا مدال بيبخشري فإن مجيء الشيء بعد الإياس أحلى في النفس وأبهج كوات بخشيني نعمتك لدواي مأيوز بون لو نعمتي زور تامي شيرن ترو براسي دلخوش كرترة إن ربي لسميع الدعاء أي وهب لي ربي الولدين الله تعالى أودم كوري بيبخشي لأنه يسمع دعاء من يدعو الله تعالى يسمع دعاء من يدعو دبيستي دعاء أو كسيكوا دعاءك ويجيب طلب من يسأله وولامي داواكاري أو كسيد ذاته كداواي ليدك ابن تيمية لمجموع فتاوى ضلي كاتك وإبراهيم دفر إن ربي لسميع الدعاء فالمراد بالسمع هنا السمع الخاص أو السمع ليلة سمع بسنيش تايبته وهو سمع الإجابة والقبول فمعنى بيستني ولام دانو قبول بوندي للسمع العام نقب معنى بيستنى شي عام لأنه سميع لكل مسموع أو اشتش بديهي الله تعالى هموش تقدر بيستي بلام لو دعاء دا إن ربي لسميع الدعاء بمعنى ولام داته حتى أوكي إما لأنه كان من دا سبحان الله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده وأجاب الله لمن حمده أوجد السيسوس دو دعاء دكي سبحان الله كواتا ليرة أو سمع بمعنى هم باورين سمعي بيستندي هم بمعنى سمعي زياتر سمعي ولام دانو قبول دعاء والله أعلم يتر براستي توسل كردن بأسماء وصفات كان إخوائي قورة لكاتي دعاء كردن وسيليشي زور زور قرنقة لبو أوي كوا دعاء كت جيرابي لا إخوائي قورة سبحانه وتعالى ديارة هشتا دعاء تريما كوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ديكا ولير إخوائي قورة لما دجرتو والله من لبر توابوني كات دوستين ببشتواني الله تعالى وانا كاين دهتو دينو خزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون